السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير، وإن شاء الله كل أوقاتكم سعيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. للبنات بس الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم بخصوص البنات، وفي حلقة زيها للشباب. ليه؟ بخصوص إن احنا داخلين على العيد. دايما بنلاقي بنات كتير بتقولك إيه، أنا بضحك بصوت عالي بس أنا مش قليلة أدب. شكرا، ودي النقطة الأولى اللي أنا هعلق عليها النهاردة. النقطة التانية، أنا مش محجبة بس أنا بصلي. النقطة التالتة، أنا عندي أصحاب ولاد بس أنا مش قليلة أدب. شكرا ليكي ولكل بنت بتقول كده. بداية، مين قالك تبرري موقفك لما هو مش كده؟ وطالما اللي انت بتعمليه ده صح، ليه بتحكي لي أو بتحكي لغيري وتبرري موقفك؟ لا، انت بتعملي حاجة غلط بالنسبة لك، مش غلط. هنشوف الكلام ده دلوقتي. أنا بضحك بصوت عالي بعيد عن ان ده قلة أدب أو مش قلة أدب. أنوثتك فين لما انت بتضحكي صوت عالي وكل اللي حواليك ياخدوا بالهم معاكي؟ هل انت كده بتحافظي على أنوثتك؟ بتحافظي على سر جمالك الحقيقي وأنوثتك؟ لا، انت بمنتهى البساطة بتكسريها، وبتكسريها قدام الناس، وبعدين هتفاجئ ان انت كسرتيها كمان جواكي انت. هتبصي هتلاقي ان الموضوع ده خرج عن سيطرتك، واصبحتي تتعاملي بمجتمع ان لا ده عادي، بضحك بصوت عالي مش مشكلة، بضحك بصوت عالي بكرة هتجيب حاجات تاني. انا بصلي بس مش محجبة، دي حاجة ودي حاجة. مين قالك ان انت بتصلي فده غضاء ليكي او ده يسمح لك ان انت ما تتحجبيش او تمشي بشعرك؟ لا، ان انت بتمشي بشعرك ده ذنوب جارية ليكي في الشارع. كل ما انت بتمشي فده ذنب ليكي، كل حد يشوفك بالشكل ده ويبصلك فدي ذنوب، حساب جاري من الذنوب ليكي. فده ما ينفعش. او القصة اللي بتطلع من الطرحة او التحجيبة او ايا كان المسمى اللي بيسموه البنات اليومين دول بحجة ان دي الموضة، شكرا ليكي. مش معنى ان دي موضة وان انا اكون مودرن ان انا اتبع اي حاجة. النقطة التالتة والاهم، انا عندي اصحاب ولاد بس انا مش قليلة ادب. بعيد عن انتي قليلة ادب او لا، يا ترى اسألي اي شخص عندك من دول ويكون بيتكلم معاكي بحجة ان انت اخته، ان انت زميلته، ان هو بيرتاح وهو بيتكلم معاكي. اي حد بيتكلم بالاسلوب ده ممتاز. ترضى لاختك؟ ترضى لمراتك؟ ترضى لمراتك ان حد مثلا زميلها في العمل او كذا يتكلم معاها يصاحبوها؟ لا. طب لما هو لا، ليه يرضي ليكي؟ لو قالك وشخص محترم كذا، لا ده حاجة غلط، في حاجة غلط. الكلام ده هو بيضحك عليكي بيه مش اكتر من كده. طيب لو انت مترضهوش، ليه رضيته لي انا؟ يبقى محتاج انك تقفي. طبعا هكون معاكم ان شاء الله في حلقة تاني، وهنتكلم عن قضايا مهمة جدا. لو في اي قضية تحبوا نتكلم عنها يا ريت تكتبوها في التعليقات وهنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. سعدت جدا معاكم، وان شاء الله استنوا الحلقة اللي جاية. كان معاكم محمد جمال، وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية